فيديو اليوم رح نحكي عن كيف قرش مصري بلعه لعطيه ظرف بس ما انهضم معه فرجع طالعه مرة تانية. يا زلمة حتى القرش ما قدر يهضمك. فخلينا نبلش الفيديو. كيفكن يا اساطير؟ معكم محمد مرسالي. فيديو خطير، بس اما نبلش هذا الفيديو ما تنسى تحط لايك، تفعيل الاشتراك، تفجير. يا مرحبا لك، والله بعد زمان يا جماعه، اقسم بالله اشتقت لكم. يعني بعرف هلا انتم رح تنزلوا تفزوا علي بالتعليقات لاني كل فتره بغيب عنكم، بس والله يا جماعه مو بايدي، يعني بس احكي لكم ظرفي بعدين اعطوني ظرف. اعطيه ظرف. اجى العيد يا جماعه ورحت سافرت على بيت جدي، فانا وبيت جدي يا جماعه جدي قرر انه يغير لمبات البيت، فاجى قال لي غير هاللمبه، انا رفعت ايدي بدي اغير اللمبه، قام تذكرت اني حلبي. شقره مالك زعلانه وعيونك عشقه ودبلانه، وقضيت لكم اياها شقره مالك زعلانه على كل لمبات البيت، فمر اسبوعين وهلا رجعت على البيت حتى اصور لكم فيديو. العمى انتوا ياخذينا ترند صار لكم فتره على تيك توك، شقره مالك زعلانه واشقر وشوشني وقال لي وقاعدين عم تتمسخروا علينا، عليه حالنا نحن ما بنسكت الا لنطالع ترند على كل مناطق سوريا. فالمهم يا اساطير، بعد فتره كبيره قررنا نفوت عم نعطيه ظرف ونحكي عنه يعني بالخير طبعا، لان الزلمه عم يزعل منا، ما بعرف ليش عم يزعل منا مع انه عملنا نحن شيء بزعل، والله كل خير بالعكس يا زلمه، ما بعرف ايش فيه. يعني هي انا حتى وقت شفت فيديو سمك القرش هجم على قباني في وسط البحر كنت رح ابكي، بس بعدين شفت الصوره المصغره قلت هي الصوره ما بيشتغلها غير يوسف قباني، حاطط قرشين هيك في البحر وعم ينطوطوا، ما في. فالمهم يا اساطير، خلينا نفوت نبلش ونشوف فيديوهات عطيه ظرف، صرنا زمان ما شفناه، يعني اشتقنا له، ما تقولوا لي علي حلا اشتقنا له. وين يوسف؟ لك وين شفته يا؟ ما بعرفش. طلع وين شفته؟ وين؟ في واحد عم يصوره قام اجت تضرب الكاميرا، يعني ايش علاقه الكاميرا يعني مثلا تنفض الكاميرا ينط يوسف من الفيديو، ما بعرف، يوسف بتخبي بقلب الكاميرا. خلينا نكمل. لك وينه اعطيه ظرف؟ وينه؟ ممكن اكل سمك. وينه؟ اكلوا سمك، اعطيه. اكلوا سمك يا جماعه. طلعتوا الراجل اللي غرق في الماء. بس اكثر شيء يا جماعه عجبني خوف صديق يوسف عليه، الراجل اللي غرق هناك في الميه صار له شي نص ساعه غرقان، طلعته طالعوا خلينا نفضه برا، بتحسه عم يحكي عن تيشيرت غرقان عليه مو بني ادم، يعني بتحسه بس طالعوا عصر ورجع عاد. اخوي انت عم تحكي عن واحد غرقان لازم تنط عليه الحلال، انت لازم تشتغل ريسبشن بشي مشفى، يجي واحد مثلا عامل حادث، ايش اسمه، طلعتوه من السياره كان عم ينزل منه دم، يلا دخلوه على غرفه العمليات، ولا قالكم اعطوني زبر الدم واحسن ما نعمل له تحليل دم مره ثانيه. ايش في يا جماعه؟ فورا بلشت تدعي له ليوسف، يعني ماني فهمان، ما مات الزلمه، يعني حتى لو مات تدعي له في ارضه كريستيانو بالك كانك طالع لاجئه تهريب. مبينه كانك لاجأت في ايش هذا؟ تحكوش ليه؟ بتحس انه هو وقت طلع على اوروبا طلبوه من هنيك معلم، بعتوا ورقه هيك رساله يرجى من عطيه ظرف الذهاب الى اوروبا لانه محتاجينه ضروري، يعني ما عندنا هيك واحد بينكت قده، ما عندنا هالهضامه هي. يلا حبايبي طالعين لاجئين على المانيا. يا جماعه انا متاكد انه مو نيته انه يتمسخر على اللاجئين وكذا من الحكي، بس هو انسان ما بعرف، بتحسه من طيبته بيحكي كلام ما بعرف اذا، بس هو ما قصده نجاسه واضحه، يعني ما قصده، عشان ما تقوموا عليه بالتعليقات حرام يعني. حرام كل فتره تقوموا عليه، يعني هو ما بيكون قصده هيك، يعني ما قصده يتمسخر، لان هو طلع بنفس الطريقه، انا متاكد طلع سباحه ورقد وعلى البحر. هيا يا جماعه اعطيه ظرف عم يغوص في البحر لنشوف ايمت بده ياكل القرش ويرجع يستفق، خلينا نشوف. المي مالحه، بقيت مي انا بدمي، المي كانت مالحه شوي والله. العمى يا جماعه، مية البحر طلعت مالحه. العمى يا جماعه كنت بفكر استورد منها السكر. لا اله الا الله. العمى والله مية البحر طلعت مالحه. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ بدنا هلا جوز بعدكم انتم بسنه، مو اسمها هلا جوسه؟ هلا جوسه منين جبتها يوسف؟ انت بس انت اللي بتحكيها هلا جوسه، ما حدا بيقول لها هلا جوسه غيرها، عندنا بسوريا اسمها بنجوسه مثلا، ايش هو هلا جوسه هي منين جبتها؟ بس قل لي، العمى خاف يكون عن جد في منطقه بتقولها هلا جوسه. يومي ما بيمشي اذا ما عملت مقلب بكريستيانو، هي فكره عبد الله، قال لي شو رايك نعمل مسحه مع كريستيانو؟ نعمل كريستيانو سمكة قرش اكلت يوسف. اكلت يوسف. عاش يا عبد الله، فكره ناريه، يعني فكره خلتني اعمل فيديو، يعني لانه هي فكرتك فانا الفكره عجبتني فعملت فكره على الفكره، عرفت؟ اعطيه ظرف. هتصورني انه انا نطيت او ما خرجت، ما خلعت منها انت بتصير ليش ما؟ ايوه يا جماعه، انه هو بده ينط على البحر وبعدين ما يطلع، عرفتوا؟ الله يقدر طبعا مشان لا حدا يصور عليه فيديوهات، بس يعني بس يعني هي الفكره. رح ننزل على المي
سمك القرش تعال. راح ننزل على المي عند سمك القرش، يعني بده ينزل يلعب مع سمكة القرش يا جماعة. ايش في يا جماعة؟ اعطيه ظرف من شوي بده ينزل يلعب مع القروش، هلا خايف ينزل بالمي، ايش الوضع؟ والله من كلمة مية البحر مالحة شكله اعطيه ظرف ما بيعرف يسبح معنا، عشان هيك اكتشف انه مية البحر مالحة. كأنه اعطي ظرف عم يتفش الدولاب عن كريستينا. غرايب بدنا نجدد محتوى. أنا يوسف. لا بعرف. كيف ما كريستينا طلعت وغيرت اغراضها وهلا عم تسأل عن يوسف. وين يوسف؟ يعني لو يوسف عن جد غرقان كان هلا موصل قاع الهامور وقاعد مع سبونج بوب عم يشرب كاسة شاي بالاناناسي. وين يوسف؟ وين يوسف؟ بس قول وين يوسف؟ نزل الماء ما خرجش. نزل المية ما خرجش، عم ياكل هلا بمطعم سلطع برجر. علي الحلال عبد الله بيعرف يمثل اكثر من عطيه ظرف. عم يا عبد الله والله لازم انت تصير بدل عطيه ظرف. اعطيه ظرف. هلا كلك شرك. اكلوا القرش شفنا في الغردقه صح؟ ايه صحيح اكلوا القرش. العمى نسيان نحن هون بمصر بياكلوا قرش. يلا هلا ما بيهضموا بيرجع بيطالعوا. لا تخافي عليه، حتى القرش ما راح يقدر يهضموا. وين يوسف؟ لك وين شفته؟ المرة قاعدة عم تتشمس بأمان الله فجأة تطلع بقناة عطي ظرف هيك بدون سبب. شو عم تبعلي؟ انت شو فكر عم ساوي؟ ترند يوسف. عم تلبس بوطة نازلة عند يوسف يا جماعة. معلش بجوز بالأرض في وسط أرض البحر يعني بدها تلبس. عاد يوسف يا جماعة، عاد عطي ظرف. معلم عطيه ظرف خرج يمنتج افلام هنديه، كل لقطه بيعيدها 3 مرات، تضربه كف بيعيدها 3 مرات، بتضمه بيعيدها 3، يعني حرام انت هون مكانك في اليوتيوب، لازم تكون بالهند. خططت المال انا معطل. فالمهم يا اساطير اكلت مقلب فلازم ترد له المقلب، فعملت فيه مقلب بحب واحد وبدي اهرب معه، وكبرت القصه. لا يا جماعه شلون كبرت القصه؟ ما حدا بيعرف، يعني هي كلها بدها تحب واحد وتهرب معه. ليش تكبر القصه؟ خلينا نشوف الفيديو. كل هالشيء اللي قدمت لك اياه ما بتحبيني يا قليلة القصر. كل هالشيء اللي قدمت لك اياه وما بتحبيني يا قليلة القصر. شو قد قدمت لك انا؟ ما بيعرف شو قد قدم له، بس قدم له. يوسف نايم تحت على الصفاية. يوسف نايم بدنا نعمل فيه مقلب مثل كل القنوات العائلية. ما بعرف يا جماعة ليش وقت الزلمة اللي بالقناة العائلية ينام الثاني بده يعمل فيه مقلب. إذا واحد فيه ما نام وما عملوا مقلب بحطوا لبعض منوم. المهم بده حدا ينام مشان يعملوا فيه مقلب. حبايبي كل شاف الفيديو المقلب انه يوسف سوى فيني. انا اليوم راح اسوي لكم مقلب لخلي يوسف جن. ايوه يا جماعة هي بدها ترد المقلب اللي عمله فيه، يعني عرفتوا هي بتعمل مقلب هو بيعمل مقلب هيك لحتى يخلص العمل. على اساس انا في عندي صديق بدي اقرب معه وبحبه كثير وبدي اترك يوسف. بدها تعمل مقلب بيوسف انه هي عندها صديق بتحبه كثير وبدها تهرب معه، بس اذا انت عم تقولي بدك تهربي معه يعني بدك تهربي، يعني ما لازم تخبري يوسف، مجرد ما انك تخبريه انه بدي اهرب فهو بيفهم انك مقلب، لانه لو بدك تهربي ما بتخبريه. يعني ضروري انا اشغل مخي وانا عم بحضر عطي ظرف. خلينا نكمل معهم يا جماعه. هي يوسف نايم على السوفا يا جماعه، شكله متألم خبت الكاميرا يا جماعه بنص الصالون طبعا ما مبينه يعني كالعاده. خلينا نكمل. هاو عم تشوف حالها على الكاميرا، يعني حتى الكاميرا الاماميه مشغلتها، عرفتوا يعني هيك مشغله كاميرا اماميه وعم تصور وشافت حالها على الكاميرا ظابطه. انا خلينا نكمل. لا اله الا الله. اعطيه ظرف. فياتا تقولي عم تدق الباب، مسكت هيك ظهره دق دق دق، تقولي عم تدق بسمار بالحيط. يلا على الحلال لو انه بالجيش بفيقوا بطريقه احسن من هيك. طريقه التفييق لحالها مقلب بذاتها. عرفت مع واحد وبدي اروح معه. واحد. تعرفت على واحد. والله تعرفت على واحد وبدي اروح معه. تعرفتي على واحد روحي معه ماشي، بس تعرفتي ليش تتعرفي عليه؟ يعني تعرفتي على واحد، يعني تعرفت على واحد هي زعجته، بس انه تروح معه ما في، يعني تروح معه بدون ما تتعرف عليه، عرفتوا؟ لا تتعرفي على واحد، روحي معه بس ما يعني هي ما زعجته كلمة روحي معه، زعجته كلمة تعرفت على واحد. فالمهم يا اساطير واضح انه المقلب كثير حقيقي يعني من الاوله،
فما راح نكمله، عرفتوا؟ لانه هو ما له بحي كثير حلو، ما راح نكمله. فخلينا ننهي الفيديو لهون، بنشوف اعطيه ظرف بوقت ثاني. بس حابب اقول لكم شغله يا اساطير، في كثير منكم عم يعلق انه لازم نرجع نطالع التعليقات مثل ما كنا نطالع قبل، ونشكر اكثر ناس علقوا. فان شاء الله بكل اخر فيديو رح نرجع نعمل هذا الشيء. فمن هذا الفيديو حابب اشكر اكثر الاشخاص اللي علقوا على الفيديو الماضي وعم يدعموا الفيديو هذا. اذا حابب اشكرك بالفيديو الجاي، اكتب قد ما بتقدر تعليقات على هذا الفيديو، اكتبوا تعليقات حلوه وتعليقات كثيره، وان شاء الله رح نحط تعليقاتكم بكل اخر فيديو. هي حساب على الانستغرام للي حابب يشارك افكاره معي، تبعتوا لي شو نصور فيديوهات. ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه. بشوفكم في فيديو جديد، سلام.